ليها 3 شغلانات: مانجمنت ونيتيف وديفولت. هنتكلم عن كل شغلانة لوحدها وهنشوف إن كان ينفع نعين واحدة تانية في الشغلانة ولا لأ. VLAN 1 في القصة الكاملة. بالأوامر انترفيس VLAN 1 no shutdown و IP address تبقى اديت IP جديد للسويتش. في الحالة دي VLAN 1 هتكون هي المانجمنت VLAN. معناها إنك تقدر تدير السويتش عن طريق ال IP ده. تقدر تعمل تلنت، تريس روت، بينج، SSH أو أي تطبيق يحتاج إدارة للسويتش ومحتاج IP address. عشان كده بيبقى اسمه مانجمنت IP. لو بدل انترفيس VLAN 1 قلت انترفيس VLAN X وحطيت بدل X ده أي رقم يعجبك، هتبقى دي مانجمنت VLAN جديدة غير VLAN 1. فمش شرط أبدا VLAN 1 تبقى هي المانجمنت VLAN، بس شرط أساسي إن الVLAN الجديدة اللي أنت عايزها تبقى المانجمنت VLAN تبقى معمول لها كرييت على السويتش بأمر VLAN X، وX برضه هو الرقم اللي أنت هتختاره للمانجمنت VLAN الجديدة. بأمر switch port trunk native VLAN X تقدر تغير النيتيف VLAN من VLAN 1 لأي رقم يعجبك. في الحالة دي الVLAN الجديدة هي اللي هتبقى بتعدي الفريمز untagged بين السويتشز، بشرط انك تكون كاتب الامر على ناحيتين اللينك مش ناحية واحدة، لان ده هيديلك الايرور بتاع native VLAN mismatch. فما فيش مشكلة ابدا انك تغير النيتيف VLAN من 1 لأي رقم، بس المشكلة انك تخليها ثابتة على اللينك per link. كل البورتات اللي انت مش بتعملها بورت اساينمنت، بمعنى انك تدخلها تبع VLAN جديدة، بتدخل بشكل تلقائي تبع VLAN 1، ودي حاجة ما نقدرش نغيرها. ينفع تدخل البورت تبع VLAN جديدة، بس هيفضل طول الوقت البورتات اللي انت ما جيتش ناحيتها في الكونفيجريشن تبع VLAN 1، وعشان كده هي اسمها default VLAN. وبكده مثلا ممكن تلاقي عندك management VLAN 20 native VLAN 10، بس دائما وابدا هتفضل default VLAN 1. تعالوا بقى ناخدهم واحدة واحدة ونبدأ بالمانجمنت VLAN. لو أنا حبيت أدي IP للسويتش بتاعي للديفولت مانجمنت الموجودة حاليا، وليكن مثلا عايزة أديله IP 200.1.1.1، فبدخل على السويتش بتاعي أهو، وببتدي أكونفيجر interface VLAN 1 أهو، interface VLAN 1. لازم يا جماعة نعمل لها no shot. VLAN 1 لازم بناخد no shot، وبعدين بنبتدي نديها IP address اللي احنا عايزينه بالماسك بتاعها بكله عادي خالص. طب لو انا حبيت ادي VLAN غير 1، انا مش عايزة ادي IP للانترفيس VLAN 1، انا عايزة يبقى عندي management VLAN مختلفة. ففي الحالة دي بنقول له interface VLAN أي حاجة تعجبنا، بس بشرط يا جماعة الأول إن إحنا نعمل الأمر VLAN نفس الرقم. لازم نكرييت الVLAN الأول زي ما قلنا، بعد كده نقول له interface VLAN كذا، ونقول لها ال IP address بتاعك كذا كذا كذا، ويبقى كده أنت اديت IP للسويتش، management IP للسويتش تقدر تعمل عليه أي management أنت تحبه. تعالوا بقى نتفرج على النيتيف VLAN. حاليا النيتيف VLAN بالنسبة لنا مثلا احنا عندنا البورت 0/2. نشوف كده النيتيف VLAN عليه ايه دلوقتي. فتعالوا كده نقول له show interface FA 0/2 switch port. هتلاحظوا يا جماعة ان النيتيف VLAN مود حاليا هي VLAN 1، وبيقول لك ان دي الديفولت. ولو قلنا له show interfaces trunk هيقول لك حاليا انت عندك النيتيف VLAN 1. طب نغيرها ازاي؟ ندخل تحت البورت بتاعنا ونقول له configure الأول interface كذا، ونقول له switch port trunk native VLAN مثلا 20. يبقى احنا كده بنغير النيتيف VLAN. لو سيبناها على كده هيطلع لنا الايرور بتاع native VLAN mismatch، علشان الناحية التانية من اللينك هناك البورت 0/1 حاليا لسه على VLAN 1. بس احنا بس حابين نشوف الامر بتاع native VLAN. لو عايزين نصلح المشكلة دي، يا اما نرجع دي 1 زي ما كانت، يا اما دي نخليها على native VLAN 20. الجزئية الأخيرة بتاعت الديفولت VLAN، أنا دلوقتي لو جيت قلت له show VLAN هتلاحظوا إن دلوقتي كل البورتات بتاعتي موجودة تبع VLAN
1 من غير ما اعمل انا حاجة خالص. اهو عندنا 1 دي الديفولت فيلان، وهتلاقوا ان كل البورتات بتاعتي موجودة في فيلان 1، سواء البورت اللي هو 0 على 1. تمام. خدوا بالكم 0 على 2 مش هتلاقوه لان هو ترانك، انما قبل ما نعمله ترانك كان تبع فيلان 1 برضو. فالفكرة ان اي بورت احنا هنوصله هيبقى تبع فيلان 1. هتلاحظوا ان الشاشة طلعت لفوق، ده بسبب يا جماعة لو نزلنا لتحت كده هتلاقوا الايرور اهو بتاع نيتيف فيلان مس ماتش طلع لنا، لان دلوقتي الناحية التانية مش معمول لها نيتيف فيلان مظبوط. وبكده يبقى احنا عرفنا نغير المانجمنت فيلان وعرفنا نغير النيتيف فيلان، بس الديفولت فيلان ما بنقدرش ان احنا نغيره. يا رب الفيديو يكون كان مفيد بالنسبة لكم، وافتكروا ان احنا ان شاء الله عندنا خصم 50% على الكورسات الكاملة المسجلة كلها CCNA و CCNP والورك شوب كله لغاية يوم 10 ابريل بإذن الله. للاستفسارات بقى شوفوا الأرقام الموجودة على الصفحة. شكرا ليكم وجود لك، كان معاكم مهندسة شاهيناز.